عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصل إليكم من كل جديد. عواصف رملية، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لسكان هذه المناطق. تابعونا لمزيد من التفاصيل. حذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس يوم الجمعة والسبت، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاع شديد في درجات الحرارة، لكن يوم الأحد سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة. أضافت أيضا خلال تصريحات أن اليوم السبت يشهد عواصف رملية أقصى غرب البلاد، السلوم وسيوة ومطروح. وأشارت أيضا إلى أن الجميع في حالة الخروج وقت الظهر عليهم تناول كميات مياه كثيرة، وأيضا وضع غطاء على الرأس وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، مطالبة ارتداء ملابس فاتحة اللون حتى لا يشعر المواطن بالحرارة الشديدة، وأن تكون الملابس قطنية. كما سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة يوم الاثنين والثلاثاء، مع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من بينهم القاهرة الكبرى. ثم يعود مرة أخرى الارتفاع في درجات الحرارة يوم الأربعاء والخميس، وتشهد درجات الحرارة وقتها حوالي 36 درجة. كما ترتفع أيضا درجات الحرارة يوم السبت إلى 35 درجة. وسيشهد يوم السبت بعض العواصف الترابية، ولكن على غرب البلاد وليس في القاهرة الكبرى، فسنشهدها في سيوة وفي مطروح. وبهذا نكون وصلنا لنهاية الخبر والاستعراض حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.